شكرا لطارق أحمد، كان معنا من الرباط، والجماهير سعيدة فخورة بهذه الاستضافة الجميلة وكذلك المستوى الفني العالي. ياسين بونو حارس اللحظات والمواجهات الكبرى، القبضة الحديدية بذكريات مونديالية، كما هتفت ورددت الجماهير المغربية علي عليه بونو يا بدر. علي عليه بونو طبيعة الحال، لأنه الجماهير عندما وصلت لحظة الضربة الترجيحية نصفها كان مطمئنا لأن من يحرس العرين هو ياسين بونو، نصفها الآخر كان متوجس ممن سيسدد، هل سيوفق أم لا. فبالتالي كانت الثقة كبيرة جدا بياسين بونو. ياسين بونو الذي يليق به وصف كنا نطلقه عادة على الحراس الكبار، وصف العنكبوت. واعتقد على انه يذكر زميلي فتحي ان اول من اطلق عليه هذا اللقب العنكبوت الاسود صحيح. على ياسين، على ليفياشين الحارس الاتحاد السوفيتي سابقا، واللي هو الذي يحمل الان اسم جائزة فرنسا فوتبول لأفضل حارس مرمى، والتي كان ينافس عليه ياسين بونو في العديد من المناسبات. ياسين بونو ليس فقط حارس مرمى، هو حارس قلوب وحارس الأحلام أيضا، لأنه عندما تأتمنه على شيء أنه يحمل الأمانة بصدق وأيضا بحب للوطن. أمس وصفته، عفوا للمقاطعة، وصفته في يد الوطن. يد وطن صحيح، لأنه طبعا لأنه عندما صد هذا الكرة كان متألق في ركلة الترجيح، وكان معبر في لحظاته، وكذلك أنت في ملامح الوجه. لا، الشيء اللي يبرز قوة شخصية ياسين بونو ما شاء الله دائما متبسم، حتى أننا في المغرب نقولوا بونو زين الضحكة، بمعنى أن ضحكته جميلة جدا، وضحكته يعبر بها لأصدقائه قبل منافسيه على أنه يمتلك الثقة الكاملة في أنه سينجز شيئا. هو لا يريد أن يخيف المنافسين ويظهر على أنه أقوى منهم، لكن يصدر الثقة لزملائه. يا ردد علي 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 بونو، علي بونو، علي 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 بونو. تعرف الشيء الجميل شفتو أنا في واحد الصورة جميلة ومعبرة، وقف بونو حاطين بي او وهنا نو، يعني لا. أنا متابع ترى. يعني لا تسجلوا عليه. صابر ياسين بونو، يعني كثر ما يعني تغنينا وشعرنا في الجماهير المغربية فخورة بهذا البطل، يجب أن نصف هذا البطل بكلمات مناسبة. أنا قلت لك بالأمس اللي يتحدى بونو الله يكون في عونه، لأنه ياسين على الرأس والعين، يعني تاريخه رائع، تاريخه يعطي الاطمئنان ليس فقط للاعبيه داخل أرض الملعب، حتى للجماهير في المدرجات. الكل عنده ثقة كبيرة جدا في ياسين بونو. الثقة دي لا تأتي من فراغ يا مشاري، ولا تأتي بهذه السهولة، بتأتي من خلال تراكم رصيد رائع من الخبرات في الملاعب. يعني ضربة الترجيح دي ستبقى عالقة في الذاكرة العربية بشكل عام والذاكرة المغربية بشكل خاص. عنكبوت ما شاء الله. ها؟ ايش رايك بالوصف؟ عنكبوت ما شاء الله تبارك الله، يعني وصف دقيق صح جدا. اخطبوط عنكبوت والكرة لا تفوت. سلام. يعني وإلا الكل هنا مبسوط، ولا الكرة لا تفوت وإن فاتت فهي تموت، والكل هنا مبسوط. يشعر يا جماعه ما شاء الله، الفرحة في كل مكان، متحرين. وعندنا متحرين حسام كذا بالشعر. لا يستطيع أن يسجل عليه. حسام هل تظن أنه يسجل على بونو؟ لا يسجل عليك أنت بدر الدين. بونو يسجل على بونو حسام؟ لا يسجل على بدر. يسجل علي أنا؟ أنا أعتقد إنه حسام ممكن يسجل على بونو، لأن بونو من طيبته هيسمح له إنه يسجل. ليدخل حسام التاريخ ويقول أنا سجلت في مرمى بونو. جميل. تاريخه كمان لازم برضو نقول في حق ياسين بونو، لأنه تاريخه ورصيده الرائع. أنت بتتكلم عن حارس لعب في الدوري الأسباني فقط 150 مباراة في الدوري الدرجة الأولى الأسباني، رقم أكثر من رائع. طبعا الجوائز اللي حصدها، كان أول حارس عربي وأفريقي يفوز بلقب أوروبي الدوري الأوروبي، وأول حارس عربي وأفريقي يرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم. فتاريخ رائع ورصيد يدعو بالفعل لكل هذه المعدلات من الثقة. من كل الزوايا نشاهد هذه
الركلة الترجيحية التي استبسل من خلالها وتعملق العملاق ياسين بونو. فتحي. صحيح، ياسين بونو هو الحارس الحاسم، لكن فما عنوان لأنه ينجم يكون حارس متألق، ينجم يكون بارع، ولكن هذا الحارس الحاسم صابر قالت قبيلة في كأس أفريقية كاملة عنده 6 تصديات حسب اللي رينا، 6 كرات تسديدات بين عنده فيهم 4 تصديات. معناها الحارس هذا راهو من الصعب جدا على حارس مرمى عنده دفاع حصين، والكرة تخلط له كرة في المقابلة، كرة واحدة لازم يكون جاهز، لازم يكون حاضر. بينما كي تبدا حارس معناها فريقك الدفاع كذا والهجوم قوي يجيوك عديد الكرات ممكن تتألق. الصعب في مهمة ياسين بونو انه تجيه كرة وحيدة في المقابلة، ويجب ان يكون مركز ذهنيا. القوة متاع ياسين بونو هي ذهنية بالأساس، لأنه في ضربات الجزاء صحيح لازم تكون عندك الرشاقة، لازم تكون عندك كذا، ولكن لازم يكون عندك قوة ذهنية كبيرة برشا. ياسين بونو راهو حارس مرمى، نسميه لي في العرب كم من حارس مرمى لعب في فريق أوروبي معتبر. لا حارس مرمى، انا رجعت للتاريخ، لا حارس مرمى. وياسين بونو راهو ولد المدرسه المغربيه، خرج من المغرب، تكون في المغرب. راهو اللي يعمل فيه ياسين بونو راهو ايضا يتقرى لانه الحراس المرمى ممنوعين معناها في اوروبا ما يجيبوش حارس مرمى عربي، يستحيل. لا بس حارس مرمى في لاعب، في حراس. علي الحبسي لعب في الدوري الانجليزي، حارس المنتخب العماني، لكن ماهوش بالتألق. بالحجم، حجم والتألق والامتياز والفوز بكأس اوروبا ب3 و4 كؤوس اوروبيه مع اشبيليا. صحيح بالطبع نحكي عن الحجم هذا، ولكن حتى اللي تحكي لي عليهم استثناءات. البعض يحتسبوا على صابع اليد الواحدة، اليد. على ماذا نتحدث الآن بعد تقريبا 50 سنة؟ يد مارادونا. تتذكروا من ينسى يد مارادونا؟ نعم. دخل التاريخ ياسين بونو. يد بونو في كأس أفريقيا 2026 بالمغرب. لو المغرب، وهذا ما نتمناه، تفوز بالكأس الأفريقية، يلزم تكون اللافتة الكبيرة كأس أفريقية وعليها يد ياسين بونو، تكون صورة معبرة عن هذه الكأس الأفريقية إن شاء الله. نجم التحليل في قنوات بين سبورتس محمد بوتريكة كذلك أشاد في ياسين بونو. نتابع. يمكن هذه المباريات كابتن تحتار فيها من هو افضل لاعب، صح. عيناوي ولا مزراوي ولا حكيمي ولا مين؟ كثير من النجوم في هذه المباراه. بس اديها لبونو. مدرسه. ده تصدي النهارده، شفنا تصدي غريب في ضربه الجزاء. صحيح. تصدي حارس مرمى يمشي على الخط وياخد الكره ويشيلها كده في ضربه الجزاء. لا حركه الضفدع. لا مدرسه. ياسين بونو مدرسه. عشان تاخد بطوله لازم يبقى عندك حارس مرمى. حارس مرمى شخصيه وتركيز وكرات عرضيه ياخدها ويكلم المدافعين ويكلم لعيبه وسط الملعب. قائد بمعنى الكلمه وحارس مرمى بمعنى الكلمه. اما تيجي تشوط قدامه محمد ضربه الجزاء تحسب 1000 حساب. هو في مدرسه الحراس كان يروح زاويه كل ضربه، فالزاويه الاخيره هو كان خد الزاويه العكسيه واعتقد تصدي مميز. انما زي ما بقول لك يا محمد، كل دور او كل مباراه للفريق بيكبر. المنتخب المغربي النهارده سيطر وهيمن على الخط الهجوم الجبار بالنسبه للمنتخب النيجيري، فعلى المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني دي مباراه تليق بالكره الافريقيه. شفنا منتخبين على اعلى مستوى فنيا وبدنيا، فمبروك للمغرب، وزي ما قلت فاضل على الحلو خطوه. تابعنا الإشادة من نجم التحليل في بين سبورت محمد بوتريكة، وكذلك الزميل العزيز محمد سعدون الكواري. حسام الدين أحمد، من أين تبدأ في الإشادة بياسين بونو؟ والله أقول أن ياسين بونو أقول صخرة المرمى وسريع البديهة. أنا أقول أن هو واثق عن نفسه في أي وقت، وكان يفهم أن المغارب ونحن خارج المغرب ننتظر النصر، ننتظر انتصار المغرب تحت يديه إن شاء الله. وأنا أقول أن هذا
هو يبدو أنه هو مسؤول جدا، هو مسؤول جدا، قائد متألق. نعم، هو كان حاسما وبطلا ورجلا. نعم، وأنا أقول أن هذا شيء مهم، لأن ممكن بعض الأوقات في ركلة الترجيح لا يوجد حارس كبير، وإذا كان هناك لا يوجد حارس كبير فهو مشكلة. وبونو كما قال أخي يقول أن بعض من الأوقات لا توجد تسديدات في مرمى بونو. وحاليا نرى ظهر في الوقت المناسب، في أي وقت نرى أن ياسين بونو يبقى حاسم. لا لعبت أنت بالسابق حارس مرمى؟ لا 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 لا, لا, لا لم تلعب حارس مرمى. لا لم تلعب في حارس مرمى. مرحبا بك مشاري، تحية لك لضيوفك الكرام في الاستوديو المشاهدين الأعزاء من هنا من باب الحد مدخل المدينة القديمة السويقة في العاصمة المغربية الرباط، التي تعكس بحق نبض الشارع المغربي، حيث تستشعر في كل مكان هنا مشاعر الفخر، مشاعر الاعتزاز، مشاعر النشوة والفرحة الكبيرة بعد بلوغ المنتخب المغربي نهائي كأس أفريقيا بعد مباراة ملحمية أمام المنتخب النيجيري البارحة. حالة من الفرح الكبير تسود الشارع المغربي للاقتراب أكثر من رصد أجواء هذه الجماهير. يعني ما هو شعورك بعد النهائي، بعد بلوغ المنتخب للنهائي؟ صراحة هو شعور لا يوصف. حنا بعد 50 عام وحنا كنتسناو هذا الكاس وهذه الفرحة إن شاء الله، وحنا الأسبق لهذا العام لأن منظمة في بلادنا، وحنا كيف ما كتعرفوا الشعب متعطش للكؤوس، ما بقيناش كنبغيو غير نمروا وندوزوا ونقولوا شاركنا ولا تأهلنا للثمن، ولينا باغي الكأس لا غير من غير الكأس. وإن شاء الله غادي ندوه في بلادنا إن شاء الله، وديما مغرب ان شاء الله، وديما مغرب، والكاس غيبقى في بلادنا، وغنفوزوا على المنتخب السنغالي، سنفوز عليه، والكاس سيبقى في بلدنا، الكاس سيبقى في بلدنا. كيفاش عشت مباراة البارح؟ السلام عليكم. كانت مباراة ملحمية والفريق الوطني قدم مردود اللي هو ممتاز، وكنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله في المباراة النهائية. ورغم التشويشات اللي كانت على المنتخب ديالنا، يعني استطاع انه يكون في المستوى وقدم مباراة اللي هي ملحمية كما قلت، وان شاء الله غادي يفوز في المباراة النهائية كونتر السنغال وديما مغرب. يعني ما زالت خطوة واحدة على الكأس. ثقة في النفس، الكأس يبقى هنا ويموتوا معنا هنا، والسنغال سايقين في راسهم بغاو يديو لنا الكأس، ولكن غنديوه هنا. تحية وتحية عسكرية وتحية للركراكي. يعني ماذا تقول بخصوص المباراة النهائية؟ ان شاء الله الكاس يبقى في المغرب ان شاء الله، وبغينا حريماج في لاكوب دي موند ان شاء الله بغيناه. يعني اكثر لحظة البارح عشتها وحسيتها في المباراة نصف النهائي؟ اكثر حاجة صراحة هي ضربات الجزاء اللي كانت مرهقة نفسيا، متعبة جد، متعبة نفسيا، خاصة يعني بعد ضياع ضربة جزاء كمان. ولكن بونو رجعنا لله الحمد يعني بالتصديات الخرافية، وكان حتى ثقة اللاعبين، ضغط كبير الجمهور. انا حضرت في الملعب، حضرت في يعني من مباراة الافتتاح الى مباراة يعني نصف النهائي، وان شاء الله سنحضر للنهائي وسنحتفل يوم 18 ان شاء الله ببقاء الكأس وديما مغرب ان شاء الله. هذه هي الاجواء هنا، هذه الأجواء هنا مشاري في باب الحد في الرباط. فرحة كبيرة، حالة من الترقب، والكل ينتظر طبعا بعد المباراة النهائية واللقب هل يكون مغربي إن شاء الله.